بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. النهارده عيد الأم، كل سنة وكل أم طيبة، وربنا يرحم أمي وأموات المسلمين جميعا. كل سنة وانتم طيبين. النهارده خميس رمضان، فأنا هخبز معاكم النهارده عشان في ناس كتير سألتني وقالت لي على حاجات بالنسبة للملح وقد إيه مقدار الملح. أنا مش بحط مقدار لأن أنا متعودة على كده. فأنت لو لسه مبتدئة أو بتتعلمي ما تكتريش الملح، ممكن تدوقي وتحيقي الحاجة وتعرفي لو عايزه ملح او مش عايزه ملح، وانا هوريكي دلوقتي. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. دولت انا دخلت دقيق زيرو على دقيق بلدي. البلدي من عندي وجبت عليهم زيرو، فانا مش عارفه هم ميزانهم قد ايه، بس انا بعرف اعير الحاجه بالعين كده. هنستعيذ من الشيطان ونبتدي. هنحط دول مثلا كده، ولو عوزت تاني هحط. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه لا اله الا الله، يا بركه لا اله الا الله. وقفت استلت لي ميه كده يا جماعه. احنا كده توهنا الدقيق خلاص تاني خالص اهو، مفيش دقيق تاني. هنبتدي بقى نلت بقى على مهلنا واحده واحده. لازم نتوه الدقيق من قبل ما نغرز، يعني ما تغرزيش وتعملي انا متوه الدقيق عشان العجين ما يكلكعش. ايه، ما انا شايفه ان في دقيق، ما انا عارفه تحت اهو. انا شايفاه، كل ما بتقلبي كل ما هيتعمل اهو. ثواني يا تيسير. كده بترطفي، كده اسمه ترطيف. كده بترطفي. هنحط الخميره بقى، بس الاول ايه، الاول نحيق العجين كده مثلا اهو. عايز شويه ملح. خميره.
الخميره اللي انا حطيتها دي خميره بيره، ما بحبش اخبز بخميره فوريه، ان خبزت بيها قبل كده والعيش ما عجبنيش. مش عارفه يعني، في ناس بتخبز بيها ومرتاحه عليها، بس انا ما بخبزش بيها. انا عملت اي حاجه بعملها بالخميره البيره دي بصراحه. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في قريش إلى كان رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كده هاتي المخرج على جوه كده عشان يتشرب المية بتاعته، كده يتشرب معاك المية على طول، والتغليظ يبقى بنقطة. الخميرة تتقلب حلو والعجين كله يبقى إيه، خمر زي بعض، ما يبقاش جنب مثلا خامر وجنب مش خامر، فلازم تقلبي بالخميرة حلو. أهو بصي أهو. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن وأكثر من تيسير. إنما أنا ابتدينا شوية أهو، هنطب بقى، هنقول بقى نقول إيه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عجيني في إيديا قال الشهر يا صبية، عجيني لفلوف كما لفت النعمة على الخروف، يا عجين الإسلام كل فيك شيء يظهر ويبان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الله يرحمك ياما، هي اللي معلماني اقول كده، وكانت بتقول اكتر من كده بس انا مش حافظاه. وهي اللي معلماني ازاي العجين مش عايز ميه تاني تعرفيه من صوت الطبه. يعني انا دلوقتي هعرفكم هو ازاي تقيل وبيرن ولا لا. اشهد ان اشهد ان اشهد ان اشهد ان اه هاتي من نص الطشت كده كده، عايز ميه. طبه مكتومه صوتها ما بيرنش. والله كانت بتبقى قاعده في اوضه يا روضه وانا في اوضه، واقول لها ياما العجين عايز ميه، تقول لي طبي، اطب تقول اديله شويه. اقول لها عرفتي ازاي؟ تقول الطبه مكتومه ما بترنش. هي اللي علمتني كده. الله يرحمها ويسامحها، ويرحم امواتنا جميعا يا رب، والامهات جميعا. أشهد أن أشهد أن أشهد أن أشهد أن أشهد أن. شفت رنت ازاي؟ عجين الشتا جميل، تعجني وتعملي براحتك. عجين الصيف عايز اللي يسايسه، ما تطريش العجين عشان ما يسيحش منك على الالواح، وتعرفي ترحي وتعرفي تحدفي. وفي برضو مثل كان بيقول لك ناقص عجينك فم تتعجبي بيه قدام الفرن يبقى منور كده وحلو. انا هديله حبه ميه صغيرين بس. ايه تقول ايه؟ تردفي كده، بصي تردفي كده يشرب معاكي الميه على طول. بصي جلاليب جلاليب اهو. تيسير بتقولي مش عايز ميه على اساس انتك مقدمه. وقف يا راجل. الطشت ده مليان مش هياخد راحته في الخمر، فانا بنقص ايه الرغيفين هنا كده. كده بقى هنستره بقى. سترتك مع فرتك، سترتك مع فرتك. هاتي يا رضا قومي الصينيه. بدات احنا حطينا العجين وحطينا الحله فوقيه
هنقوم بقى نشوف هنعمل ايه في الشقه، هنصب المواعين، عندنا الستاير هنلمها، الحافظات هننشرها، والدنيا ايه عبال ما بعد حد من البنات يجيب لنا فطار وكده، عشان ايه قبل ما يخمر نكون مخلصين كل حاجه. اقفلي بقى يا روضه دي. احنا بدأنا بقى ايه، غسلنا الستاير دي مع بعض، بنلمها مع بعض، انا بلمها على طول كده تبقى زي المكويه بالظبط. ورصها بقى وبعدين بعينها في كيس. الفراخ الصغيره دي امبارح كانت وسخه قوي، بتاعت الشوربه هي بتاعت السلطه. هاتي لي بقى الحافظات عشان انشرها، وفي دور غسيل في الغساله، انت ولا تنشريه؟ لا والله ما هنشره. انا سايباهم الصفو من امبارح على الكرسي، هنشرهم على الحديد علشان في غسيل عايز يتنشر، ينفع نشرهم على الازاز ينشفوا براحتهم، انا مش مستعجله عليه. يلا بقى يا روضه هات الغسيل انشريه. هنا بقى يا جماعة كنا طلعنا فوق على السطح عشان ايه اقرص، فبنخل الردة عشان لو فيها اي حاجة عفرة اي حاجة بتطلع في المنخل. كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة. انا كنت عجنت بقى العجين وطلعت بيه، قلنا يلا ايه نبتدي بقى فوق. مرضتش بصراحة واسمعكم ايه الزيطة اللي فوق، قلت نسجلها بصوت انا. هنا هنخل الالواح الاول كلها مرة واحدة، وبعد كده بقى يروح مقرصة. كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة، ده خبيز رمضان، وايه ودي عاداتنا وحاجاتنا اللي احنا بنعملها، لازم ايه يبقى في عيش طري، نتسحر عيش طري زي ما بيقولوا. كل سنة وانتوا طيبين. نرش الرد على الواح وبعدين ايه هقرص. كل سنة وانتوا طيبين. انا عملت اللوح التالت اهو، اخر لوح. صلوا على النبي يا جماعة، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وكل ام طيبة، ويرحم امي واموات المسلمين جميعا. ما يلا يا ستي خلصي رش. بحب ايه يعني تقل شوية عشان ايه الواحد يبقى ايه يعرف يشيل العجينة على طول. بحط بقى زيت، انا بقرص على زيت. يلا نقول بسم الله بقى ونقرص، نقطع على حرف التشت ونقرص على طول. هنا بقرص اللوح دوت تلاتات عشان هو ايه واسع، بعد كده اللوح التانية بقرصها اتنينات عشان ميبقاش ملزق في بعض وكده، وحتى لو لزق يعني انا بسلكه على طول.
كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. بنات معايا بقوا بيكلموني، وجعوا دماغي. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. قرصت لحد ما اخلص. طبعا كان عندي حبة في الحلة اخرين قرصتهم. لم بقى حرف الطشت عشان الهوا ما ينشفوش، واقرصه بيبقى ايه زي المجلد كده في ايدي. انا بقى كنت خلصت الطشت، دخلت على شوية اللي في الحلة قرصتهم عشان ايه نبتدي نخبز على طول. يومنا كان جميل وزي العسل، يعني عبال ما العجين خمر. بس انا في حاجات ما صورتهاش معاكم عشان الفيديو كان هيبقى طويل قوي. يعني صبنت المواعين، وشفتوني وانا بلم الستاير، والسجادة كانت نشفت الكبيرة لمتها، ونشرت الحفظتين، وتيسير بصراحة ربنا. وانا بقى كنت بخبز فوق، عملت لنا صينية سمك كانت جميلة بصراحة. بس هي كانت تحت واحنا كنا فوق، عشان كده ما صورناهاش. عمالين بيضحكوا معايا. قول لهم يلا بقى لموا الحاجة. هنا ابتديت بقى خبيز. بسم الله ما شاء الله، الخبيز كان جميل، والعيش كان الله أكبر عليه، طالع زي الفرح هتشوفوه دلوقتي. ده كان أول رغيف، وعلى طول بصراحة ربنا أول رغيف ما بيطلعش مظبوط قوي يعني، بس كان حلو يعني. غطي العجين عشان ايه الهوا وكده ما يقشفوش، بغطي بملاية نضيفة الأول، وعندي البطانية ديت بتاعة العجين والخبيز وكده، فغطيتهم بيها. بيفضل العجين دافي وجميل، ولا يقشف ولا يعمل طبقة على وشه لأن الساعة ممكن تخليه يجمد ويشد، فما يعرفش الواحد يرح ولا يعمل فيه أي حاجة. فلما العجين يبقى دافي كده في الشتاء بيبقى جميل في الخبيز. في الصيف بقى ما بيحتاجش الغطا التقيل ده، بيحتاج غطا خفيف عشان برضو ايه ما يعملش قشرة من على وشه. كل ما باخد رغيف بروح مغطيه على طول، عبال ما ريح اكون قفلت الفرن، يكون الرغيف اللي جوه طلع، ادوره واحط الرغيف التاني. بسم الله ما شاء الله، خبيزه كان جميل وحاجته كلها كانت حلوه. وانا اوريكم ازاي العجين، وازاي تعرفي هو عايز ميه ولا لا وكده. الله اكبر، بصي بتحدف كده ويتدور يبقى زي الفل. دي كنت خلصت اول لوح، وقلت الروضه بقى ايه هو العيش عشان العيش ما يسخنش على بعضه وكده ويعرق ويتلت. بدور الرغيف واروح حاتفه التاني. بسم الله ما شاء الله كان زي الفل، الله اكبر يعني. الجو كان هوا، بس كانت الشمس طالعه ومدفيه الايه الدنيا يعني وكده. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه ما ينسيناش في اللايك. اللايك بالله عليكم بيرفع الفيديو، انا كل مره بقول لكم اللايك بيرفع الفيديو. وقدروا تعبي وكده، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. غطي على طول عشان العجين ايه ما يبص. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. أنا بصراحة مش لاقي أي كلام أقوله، وعايزة أتفرج زيكم بالظبط كده على أي حاجة. أنا بحس إن أنا إيه مش أنا اللي قاعدة بخبز، أو بقى عايزة أتفرج على الفيديو مش عايزة أتكلم. بصوا العيش جميل إزاي، بسم الله ما شاء الله عليه، الله أكبر.
ياخد راحتين بس، ويا دوب ادوره واروح ان كان حرف عايز يتظبط ولا حاجه فبظبطه، بس مفيش اكتر من كده. وادور الرغيف التاني واحدف ده. بسم الله ما شاء الله، اليوم كان حلو قوي والخبيز كان جميل بصراحه يعني. اخد الرغيف يا دوب، ما بياخدش راحه على ايديا وراحتين على المطرحه والحمد لله. بسم الله ما شاء الله. شوف العيش عامل ازاي، يعني بيبقى احمر من فوق ومن تحت، يعني زي ما كانوا بيقولوا زمان زي البلحه، احمر زي البلح. انا بمنتج الفيديو دوت وان شاء الله ينزل لكم النهارده. النهارده هيبقى اول ليله سحور، كل سنه وانتم طيبين. بكره اول يوم رمضان، ربنا يبلغنا رمضان يا رب، ويقدرنا على صيامه ويتقبل منا يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، العيش زي العسل. خايفه خايفه تمسك الرغيف السخن. يا روضه. اتلسحت. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. أنا بصراحة مش لاقي أي كلام أقوله. كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. اللهم صل على النبي. العيش كان زي الورد. كل سنة وكل المتابعين بخير وطيبين. وأي حد بيقول لي أي كلمة حلوة وجبر خاطري بكلمة، بقول له كل سنة وانت طيب وربنا يكبر بخاطرك يا رب، زي ما جبرت خاطري بكلمة بسطتني في أي كومنت. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. جبر الخاطر دي حاجة مش سهلة والله، انك تجبر خاطر حد بكلمة، زي ما بيقولك جبر الخواطر على الله. وربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما جبرتوا بخاطري. بس عايزة والنبي تفاعلات كده، وعايزة لايكات، يعني ارفعوا لنا الفيديوهات باللايكات يا جماعة بالله عليكم. كده كان آخر رغيف. ايه حدفته قصاد التاني عشان دوكا كان لسه نايم. واخر رغيف بقى ايه طالع جميل بسم الله ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. ده خبيز رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. ودي عاداتنا وتقاليدنا ان احنا لازم نخبز عشان ناخد السحر عيش طري. فكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل أم طيبة، وربنا يرحم أمي ويسامحها على قد تعبها في دنيتها، لأن هي كانت الله يرحمها شقيت كتير. الله يرحمها ويسامحها. وأنا دلوقتي إن شاء الله يعني هخلص وألم العيش وأروح إن شاء الله أزورها في القرافة. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وأم طيبة. وحابه برضو اشكر اي حد كتب لي اي كومنت في اي فيديو فات وقال لي تسلم ايدك على حاجه عملتها. يعني انا عايزه اذكر الحاجه منيره ربنا يديها الصحه. كل سنه وانت طيبه يا امي. واي حد قال لي كومنت حلو سواء من مصر او من بره مصر، في ناس قالت لي من العراق، وفي ناس قالت لي من اليمن ومن الجزائر، وناس كتير من مصر واهلي واصحابي. كل سنه وهم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. واشوفكم على خير، واشوفكم في الفيديو الجديد. وكل سنه وانتم طيبين. وريهم بالعيش يا روضة. بص بقى القطط بتاعتنا احنا دي بقى. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم الفيديو الجاي. كل سنة